بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة بمناسبة زيارة الشيخ عبد العزيز بن رشيد المجلاد شيخ قبيلة الدهامشة من العمارات من عنزة، والشيخ الأدهم بن عبد العزيز القعيشيش شيخ قبيلة ضنا ماجد من الفدعان من عنزة، والشيخ نواف بن فواز بن قبين شيخ ضنا كحيل من الفدعان من عنزة، إلى منزل الأخ محمد بن عياد الملفي العوادي الفدعاني العنزي. أقول يا مرحبا ترحيبة ما لها أعداد، ترحيبة مثل الورود الجميلة، ترحيبة بالشيخ كساب الأمجاد أبو سعود اللي هدافه نبيله حفيد سعران الفخر، عقب مجلاد نسل الشيوخ اللي تقود القبيلة اللي لهم تاريخ وافعال واجتاد اعتلوا من فوق قبل أصيلة. يا مرحبا بلي بك المدح ازدادي بن رشيد الشيخ حامد دبيله رشيد أخو جوزة بالمدح انشاد ما ظن ينجبنا العذارة مثيلها اللي على ربعه مثل شط بغداد من ضاق وقته، بس طعايب يجيله وسعران قبله يسعر الحرب وقاد شيخ الرقبة بالعالية والطويلة عيال تركي ونعم ويظن بالأحفاد والمجد يصنع بالفعول الجليلة. ويا شيخ شوفة حضرتك مثل الأعياد العيد راح وانت عيد بديلة يا ابن الشيوخ اللي يفكون الأذواد عاداتهم بالحرب، فك الدخيلة وربعك محددة الجمل يبن مجلاد قبيلة نهل افعال جزيله، واذا اعتزوا عند الجمل زاد وعناد يا ويل من ينوي رجال الاصيله ملكادهم بالكون عن 1000 ملكاد وافعالهم بالطيب ما هي قليله، ما يقبلون الهرج ينقص ويزداد وعاداتهم نسل الحموله الثقيله، خلوا النصارى تصبح اسلام وجواد بالسيف ما يرضون حكم بديله دهامشه افعالهم مثل الاطواد قوم ابطال وتفعل المستحيله ويبير شيء اللي على خصمه ينكاد. يا مرحبا بك يا عريب القبيله عند بن ملفي، مرحبا يبنى الاجواد حييتي رعى الفخر والنفيله عند ابو عبد الله ذخر منشك انكاد محمد الملفي فعاله جليله، باسم الجماعه كلهم نسل عواد وفدعان الربعي ما يجون هزيله واختامها فيك التراحيب تزداد اعداد ما هلت مزون ثقيله وعساك تسلم من صواديف الانكاد. صلوا على المختار عن كل ميله. محبكم الشاعر حميد بن خلف الملفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.